السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده خلينا نشوف ازاي الدول بتصعد وتتحول لقوة عظمى. وفي سؤال بيطرح نفسه بقوة كبيرة على الساحة دلوقتي، وبيخلي ناس كتير تسأل: هل الهند الدولة الضخمة اللي بنسمع عنها كتير دي هتكون هي القوة الاقتصادية العظمى اللي جاية في السكة بعد الصين وأمريكا؟ بنشوفها بلد فيها مليارات البشر، وموطن لثورة تكنولوجية في البرمجيات، وليها مكانة تاريخية وثقافية كبيرة. لكن هل ده كافي إنها تتربع على عرش الاقتصاد العالمي؟ وهل عندها المقومات الحقيقية للتفوق ده؟ وإيه بالظبط نقاط قوتها ونقاط ضعفها؟ لو الأسئلة دي بتدور في دماغك ونفسك تفهم القصة الكاملة لرحلة الهند نحو القمة، حضر كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا كويس ونشوف هل الهند فعلا قادرة تنافس التنين الصيني وتصعد للمركز الأول. يلا بينا نفهم الحكاية. أول حاجة لازم نفهمها ونعرفها إن الهند حاليًا بقت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، عدت الصين مؤخرًا. بنتكلم عن أكتر من 1.4 مليار بني آدم. العدد ده لوحده لو تم استغلاله صح ممكن يكون قوة دفع اقتصادية رهيبة. الهند دي مش مجرد دولة، دي قارة لوحدها فيها تنوع ثقافي ولغوي وديني رهيب. وعلى مدار السنين اللي فاتت الهند بدأت تظهر كلاعب أساسي ومهم جدًا في الاقتصاد العالمي. خلينا نتكلم دلوقتي عن أهم نقاط قوة الهند. الهند عندها شوية مقومات بتخليها مرشح قوي جدا إنها تكون القوة الاقتصادية العظمى اللي جاية. خلينا نشوف أهمها. أول حاجة القوة البشرية الهائلة والشباب. العائد الديموغرافي، زي ما قلنا الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والميزة مش في العدد بس، الميزة إن أغلبية السكان دول شباب. يعني عندها قوة عاملة ضخمة جدا وشابة، ممكن تشتغل وتنتج سنين طويلة. ده بيسموه في الاقتصاد العائد الديموغرافي، يعني إن عندك نسبة كبيرة من السكان في سن العمل مقابل نسبة أقل من الأطفال وكبار السن، وده بيدفع عجلة الاقتصاد بقوة. لو الهند قدرت توفر فرص عمل وتعليم كويس للشباب ده هتكون قوة اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية جبارة. تاني حاجة عملاق التكنولوجيا والخدمات. الهند مشهورة عالميا بأنها قلب صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات البرمجية. مدن زي بنغالور اللي بتسميها وادي السيليكون الهندي مليان شركات تكنولوجيا عالمية، وعندهم عدد ضخم جدا من المهندسين والمبرمجين الأكفاء اللي بيشتغلوا في شركات أمريكية وأوروبية كبيرة. ده بيدي الهند ميزة تنافسية قوية جدا في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. تالت حاجة الاقتصاد الديمقراطي. على عكس الصين اللي نظامها سياسي مركزي، الهند بتعتبر أكبر ديمقراطية في العالم. ده بيديها نوع من الاستقرار السياسي والقانوني، وبيخلي المستثمرين الأجانب يحسوا بأمان أكتر في التعامل معاها على المدى الطويل، لأن في مؤسسات وقوانين بتحكم السوق مش مجرد قرار فردي. ده ممكن يكون عامل جذب للاستثمارات اللي بتدور على استقرار سياسي. أربعة السوق المحلي الضخم. بما إن عدد السكان كبير قوي، ده معناه إن الهند عندها سوق استهلاكي داخلي ضخم جدا. الشركات اللي بتصنع أي منتج سواء موبايلات أو عربيات أو أكل بتلاقي عدد ضخم من المستهلكين المحتملين جوه البلد نفسها، وده بيشجعها على الإنتاج والاستثمار. خمسة الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع. ميك إن إنديا. الحكومة الهندية بتصرف مجهود كبير وبتحاول تستثمر أكتر في تطوير البنية التحتية، طرق وموانئ ومطارات وطاقة. وكمان في مبادرة اسمها ميك إن إنديا هدفها إنها تشجع الشركات العالمية إنها تصنع منتجاتها جوه الهند، مش بس تستوردها، عشان تزود فرص العمل وتحول الهند لقوة تصنيعية عالمية. ستة إتقان اللغة الإنجليزية. عدد كبير جدا من الهنود بيتكلموا إنجليزي بطلاقة، وده بيسهل عليهم التواصل والتعامل في التجارة الدولية ومع الشركات العالمية. دي ميزة تنافسية مش موجودة في دول كتير غيرها. سبعة الانتشار العالمي للمهاجرين الهنود. في عدد كبير جدا من الهنود الناجحين منتشرين في دول كتير في العالم: الولايات المتحدة وأوروبا والخليج. المهاجرين دول بيلعبوا دور كبير جدا في ربط الهند بالعالم، وبيعملوا استثمارات، وبينقلوا خبرات، وبيعملوا لوبيهات سياسية واقتصادية لصالح الهند. رغم كل نقاط القوة دي الهند بتواجه تحديات ضخمة جدا ممكن تأخر أو تعرقل مسيرتها نحو القمة الاقتصادية. التحديات دي محتاجة شغل ومجهود جبار على مدى سنين طويلة. أول حاجة الفقر المضجع والفجوة الطبقية الهائلة. زي ما في أغنياء قوي في الهند، في مليارات من البشر لسه بتعيش تحت خط الفقر وبتعاني من ظروف معيشية صعبة جدا. الفجوة بين الأغنياء والفقراء شاسعة جدا،
وده ممكن يسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة ويؤثر على الاستقرار. 2. ضعف البنية التحتية في مناطق كتير. رغم الاستثمارات لسه في مناطق واسعة في الهند بتعاني من بنية تحتية ضعيفة جدا. طرق غير ممهدة، شبكات كهرباء مش مستقرة، نقص في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وخدمات صحية وتعليمية جودتها قليلة خصوصا في الريف. وده بيعطل عجلة التنمية وبيخلي الاستثمارات ما توصلش لكل حتة. 3. البيروقراطية والفساد. الهند بتعاني من بيروقراطية شديدة في الأجهزة الحكومية، وإجراءات معقدة ممكن تصعب على المستثمرين سواء محليين أو أجانب إنهم يعملوا شغلهم بسهولة. ده غير مشكلة الفساد اللي منتشرة في بعض القطاعات اللي ممكن تأثر على الشفافية وطريقة التنمية. 4. مشاكل التعليم والبطالة. صحيح الهند عندها مهندسين ومبرمجين كتير، لكن لسه في جزء كبير من السكان التعليم اللي بيحصلوا عليه جودته ضعيفة، وده بيخليهم مش مؤهلين لسوق العمل الحديث. وفي نفس الوقت عدد الشباب اللي بيدخل سوق العمل كل سنة ضخم جدا، فالحكومة بتواجه تحدي كبير في توفير فرص عمل كافية ومناسبة لكل العدد ده. 5. المشاكل الاجتماعية والدينية. الهند بلد متنوع جدا، وده أحيانا بيجي معاه توترات اجتماعية أو دينية، زي التوتر بين الهندوس والمسلمين أو مشكلة نظام الطبقات القديم. التوترات دي ممكن تأثر على الاستقرار وتشتت الجهود التنموية. 6. التلوث البيئي. النمو الاقتصادي السريع ده بيجي على حساب البيئة بشكل كبير. المدن الهندية بتعاني من مستويات تلوث هواء ومية رهيبة، وده بيأثر على صحة الناس وعلى جودة الحياة، وبيكلف الدولة مليارات في علاج الأمراض المرتبطة بالتلوث. كتير بيقارنوا بين الهند والصين. الصين قدرت تحقق نهضة اقتصادية سريعة جدا في 40 سنة بنظام سياسي مركزي وتحكم صارم. الهند بتسلك طريق تاني، طريق الديمقراطية. ده ممكن يخلي النمو أبطأ شوية، لكنه ممكن يكون أكثر استدامة على المدى الطويل، وبيسمح بحريات أكبر لشعبها. كده بقى نقدر نقول، هل الهند هتكون القوة الاقتصادية العظمى اللي جاية؟ الإجابة هي ممكن جدا. الهند عندها كل المقومات الأساسية: قوة بشرية شبابية هائلة، قطاع تكنولوجيا معلومات قوي، سوق داخلي ضخم، ونظام ديمقراطي. لكن عشان توصل للقمة دي، الهند محتاجة تتغلب على تحدياتها الداخلية الضخمة: تقليل الفقر والفجوة الطبقية، تحسين البنية التحتية بشكل جذري في كل حتة، محاربة البيروقراطية والفساد، وتوفير تعليم ذو جودة عالية وفرص عمل لكل شبابها. المشوار طويل ومليان صعوبات، لكن الإرادة السياسية والشعبية موجودة. لو الهند قدرت تحل مشاكلها الداخلية دي وتستغل كل طاقتها البشرية والمادية، مفيش شك إنها تلعب دور أكبر بكتير في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي، وممكن جدا نلاقيها في يوم من الأيام متربعة على عرش اقتصاد القوى العالمية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله.